فيديو النهارده ببيضه واحده بس هنعمل كيكه طبقتين، كيكه شوكولاته وعليها طبقه من صوص الشوكولاته الاقتصادي. هنعمله في البيت اقتصادي جدا، وكمان من غير ما نحتاج له اي شوكولاته. هنعمله بمعلقتين كاكاو بس. شكلها حلو جدا وكمان طعمها حلو جدا، هتقومي حالا تعمليها لان كل مكوناتها متوفره عندنا في البيت، وكمان هنعملها بالخلاط وينفع نعملها بالمضرب اليدوي ما فيهاش اي مشكله. شايفين الحلاوه والجمال؟ كيكه شوكولاته وعليها طبقه من صوص الشوكولاته اللذيذ جدا وكمان الاقتصادي جدا. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الكيكه الحلوه دي وكمان الصوص هنعملهم ازاي. واول حاجه ودي المكونات بتاعتنا، معايا كوبايه من السكر وكمان كوبايه من الحليب ونص كوبايه من الزيت وبيضه وتكون بدرجه حراره الغرفه، وكمان معايا معلقه كده كبيره من النسكافيه اللي هو اللي احنا بنشربه او القهوه سريعه الذوب. هنحط عليهم نص كوبايه من الميه المغليه وهقلبهم واسيبهم على جنب. وهجيب الخلاط بتاعي وهحط فيه كل المكونات اللي قلنا عليها، البيضه واحط عليها رشه الفانيليا، وكمان هحط عليها نص كوبايه الزيت وكوبايه الحليب وكوبايه السكر. وطبعا المكونات بتاعتنا النهارده بدرجه حراره المطبخ مش من التلاجة. هاخد بقى كل المكونات دي واضربها كويس جدا في الخلاط لمدة 5 دقايق. وفي البولة بتاعتي هحط كوبايتين ونص من الدقيق المنخول، طبعا نخلة الدقيق ده قبل ما اعايره. وكمان هحط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام. الكاكاو دي خام، لما تيجوا تشتروا كاكاو اشتروها كاكاو خام وتكون نوعيتها اسباني. هنخلها كده بمصفى تكون ضيقة عشان بيكون فيها كتل كده. هنزل بقى كده عليهم بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط، بنضربه كويس كده لغاية لما بيتقل شوية وبيعمل فوم كده على الوش. وبالمضرب استلك كده وهقلب كل المكونات الجافة مع المكونات السائلة لغاية لما اتأكد ان كل الخليط امتزج كده مع بعضه وبقى خليط كيكة. وككيكة شوكولاتة ناجحة معاكم تقدروا تعتمدوا الوصفة دي في اي كيكة شوكولاتة، بتطلع ناجحة جدا وكمان طرية وهشة كده من جوه. بيكون طعمها حلو جدا وبتقعد معاكي فترة كبيرة، بتكون طرية وما بتبص معاكي او بتنشف من التلاجة. وطبعا بنقلب في اتجاه واحد، وبعد ما نخلص تقليب كده وبنتأكد ان كل المكونات الجافة امتزجت مع المكونات السائلة، بنزل بنص كوبايه النسكافيه اللي احنا مدوبينها في اول الفيديو. نص كوبايه ميه وحاطين عليها معلقه كبيره من النسكافيه. النسكافيه بيعزز نكهه الشوكولاته جدا وكمان بيتخلص من اي زفاره في الكيك. وبعد كده هنزل عليهم بكيس من البيكنج باودر اللي هو الكيك شيف، وللناس اللي هي بره مصر بيسموه خميره حلويات. بنزل بكيس من خميره الحلويات او البيكنج باودر. هجيب بقى كده ده شكل الكيكه بتاعتي، بتاكد بس ان مفيش اي دقيق في الجوانب. بجيب الصينيه بتاعتي وبنزل فيها كده بالخليط، وطبعا مبطناها بالزبده وكمان الدقيق. وفي الوقت ده بكون مشغله الفرن على درجه حراره 200. وكقاعده كده عشان تطلع معانا الكيكه ناجحه وطريه لازم نشغل الفرن قبل ما نبدا شغل في الكيك، بس مش بنعليه جدا عشان ما يكونش حامي والكيك اول ما بتدخل تاخد صدمه. بندخل الصينيه دي في الرف الاوسط وبتقعد معانا من 25 ل 30 دقيقه على درجه حراره 200. وبعد كده هنعمل الصوص بتاعنا في حله كده. حطيت كوبايتين من الحليب وكمان حطيت عليهم معلقتين من النشا وكمان معلقتين من الدقيق، وكمان احط عليهم معلقتين من الكاكاو. طبعا قلت لكم الكاكاو دي نوعيتها خام واسباني. بنخلها كده كويس بالمصفى عشان اتاكد ان ما فيهاش اي تكتلات. وكمان هحط عليهم تلت كوبايه من السكر. هقلب كده الحاجات دي كلها مع بعض. لازم تقلبوها كويس جدا على البارد قبل ما نرفعها على النار. لازم نتأكد كده ان النشا داب تماما وكمان الدقيق والكاكاو دابوا تماما وامتزجوا تماما قبل ما ارفعهم على النار عشان الخليط ما يعملش معايا تكتلات. بنحطهم على نار متوسطة مع طبعا التقليب المستمر لغاية لما يدوني النتيجة دي. طبعا ده مش هو الصوص بتاعنا لان طبعا قوامه تقيل جدا، ولو حطيناه بالشكل ده على الكيكة مش هيكون صوص ابدا، هيكون جالس كده او ناشف معانا شوية لان طبعا فيه نشا وتقيل. فهحطه كده في بولة وكمان هغطيه بالبلاستيك راب وهخليه ملامس لطبقة الصوص. هخلي الكيس كده ملامس لطبقة الصوص عشان ما يكونش معايا قشرة على الوش بتكون ناشفة ومش مستحبة خالص. تقدري كمان تغطيه بأي كيس تلاجة متوفر عندك، أهم حاجة ما يعملش معايا القشرة اللي هي بتكون على الوش دي. هسيب الخليط ده يبرد تماما، وبعد ما بيبرد كده تماما بنزل عليه بكوبايه من الحليب. وبعتذر اللقطه اللي انا بحط فيها كوبايه الحليب اتحذفت مني. وبقلب كده كويس بالمضرب اليدوي، وكمان تقدروا تستعملوا المضرب الكهربائي او الخلاط لغايه لما يوصل معانا لدرجه الصوص اللي هي السايحه دي. ودي الكيكه بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن بختبرها كده بالشوب ستيكس، وطبعا طلعت نظيفه زي الفل. هجيب بقى كده العصايه الخشب دي او الشوكه ونخرم كويس الكيكه دي عشان هنسقيها دلوقتي بخليط.
ما شاء الله الكيكه طريه جدا وهشه جدا، وكمان ما خدتش معايا وقت في الفرن، اخدت معايا 25 دقيقه بس في الرف الاوسط. وبعد ما خرمت الكيكه كويس كده هسقيها بكوبايه من الحليب، وهسيبها لغايه لما تبرد تماما. وبعد ما بتبرد بيكون ده الشكل بتاعها، شربت كل كميه الحليب. هنزل بقى كده عليها بالصوص اللي احنا عملناه في اول الفيديو. لو انتم ملاحظين ان الصوص ما شاء الله لسه سايح معايا، ما جمدش او مسك، وفي نشا ودقيق. فلما ضربناه بكوبايه الحليب اخر مره اداته اللي هو القوام الصوص ده، وبيتن معانا كده صوص لغايه لما بتخلص معانا كميه الكيك. بيتن صوص كده مش بيجمد خالص. بوزع كده الصوص كويس وبتاكد ان هو اتوزع على كل الصينيه. بسيب بقى الصينيه دي كده لغايه لما تهدى تماما. واحلى حاجه لو سيبناها ساعتين 3 كده قبل التقديم. طبعا الجو برد فمش هنحطها في التلاجة، لكن لو بنعملها في الصيف بنحطها في التلاجة. بعد ما بتطلع معايا كده او بعد ما بنسيبها ترتاح، بجيب كده بشر من الشوكولاته او فرماسيل او اي حاجه متوفره عندكم، وبنرشها كده على وش الكيك. انا رشيتها النهارده ببشر شوكولاته زي ما انتم شايفين كده. وجت بقى اللحظه الحاسمه وهنقطع معاكم الكيكه بتاعت النهارده. وعلى فكره الكيكه بتاعت النهارده مقاسها عائلي، يعني حجم الصينيه كبير. دول بيكونوا 3 صواني كده في بعض، دي بتكون الوسط. وكمان هسيب لكم مقاس الصينيه في صندوق الوصف لو عايزين تعملوها في صينيه مدوره او في صينيه مستطيله زي دي. ودي بقى شكل الكيكه بتاعت النهارده، شكلها حلو جدا. وهوريكم كمان قد ايه ان الصوص بتاعها لسه سايح، ما جمدش كده على وش الكيكه، وفعلا صوص شوكولاته واقتصادي جدا. دي بقى شكل كيكه النهارده، شايفين الطراوه؟ الكيكه طريه جدا وكمان تحفه، طعمها تحفه، لازم تجربوها. طريقتها سهله جدا، وكمان جربوها بالطريقه اللي انا عملت بيها الكيكه. هي كيكتها طريه جدا وكمان مخمليه جدا. وفي كمان فكره انا بعمل بيها الكيكه دي، طبعا هي حجمها كبير. فانا بعمل الكيكه دي واحطها في علب تلاجة كده، واحطها في التلاجة زي كده الدريم كيك. وبناخد منها علبه بعلبه كده، بتكون حلوه جدا وكمان بتحافظ على طراوتها وطعمها. وكل ما بنحتاج كده ان احنا نحلي بنجيب علبه وناكلها. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ لازم تقوموا تجربوها، ومتأكدة لو جربتوها تعتمدوها دائما في الوصفات بتاعتكم. لأن طريقتها سهلة جدا وكمان اقتصادية جدا، والمكونات بتاعتها تقريبا متوفرة في كل بيت. وتقدري كمان تعمليها بالمضرب اليدوي، مش لازم الخلاط. فتشجعوا بقى كده وقوموا اعملوها زيي. انا بعملها واحطها في علب في التلاجة، وبنطلع كده علبة بعلبة ناكلها، كل واحد قطعة كده صغيرة عشان الوزن ما يزيدش بس في الشتاء. ولو عندكم اي استفسارات اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هجاوب عليكم بنفسي. وكمان لو جربتوا الكيكه بالطريقه دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات، هنبسط جدا لو عجبتكم وجربتوها. وبكده بيكون خلص معانا فيديو النهارده، وكمان خلصت الكيكه بتاعتنا ببيضه واحده بس، ومحالا اعملوها. وحابه افكركم لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تحطوا لي لايك، واشوفكم على خير في فيديو تاني.